السلام عليكم ورحمة الله. الشغيلة المغربية تحتج أمام البرلمان ضد مشروع القانون المتعلق بالإضراب. احتج عشرات من الطبقة الشغيلة بالمغرب اليوم الأحد أمام البرلمان مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، منددين بالمس بسلاحهم الوحيد في الدفاع عن حقوقهم وانتزاع مطالبهم. وفي وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، رفع المحتجون شعارات من قبيل لا للقوانين الجائرة وقوانين المهزلة، والإضراب حق كوني ودستوري يجب الدفاع عنه، يا مسؤول يا جبان الشغيلة لا تهان. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في سياق غضب نقابي متصاعد ضد خطوة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب عبر برمجته للمناقشة التفصيلية بالبرلمان. عبد الله أغميميطة الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي قال إن هذه الوقفة رسالة من الشغيلة المغربية إلى الحكومة مفادها أن مشروع قانون التنظيمي المتعلق بالإضراب تكبيري وتجريمي لحق دستوري. وأضاف غميميطة العضو بالجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن خطوة الحكومة تجعل ممارسة الإضراب بلا أثر ولا تجيب على مطالب الطبقة الشغيلة. وأورد الفاعل النقابي ذاته أن مشروع قانون هذا أحيل إلى البرلمان للمناقشة التفصيلية وسط غياب نقاش حقوقي مع الطبقة الشغيلة، مبينا أن الجميع متفاجئ بسرعة تمريره حاليا بالبرلمان. وطالب المتحدث عنه الحكومة بالسحب الفوري للمشروع القانون التنظيمي هذا، خاصة أن الإضراب بالمغرب منذ الستينيات يمارس دون تأثير بليغ على المشغل وفي أيام محدودة. وتابع أغميميط الحكومة مطالبة عوض هذه الخطوة بأن تجيب على مطالب الشغيلة خاصة في هذه الظرفية، حيث تقهقر الأجور وهشاشة الحماية الاجتماعية وعاصفة خوصصة قطاعات اجتماعية. ووصف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بالخطير للغاية، وهو ما يستدعي وفق تعبيره وحدة صف الشغيلة المغربية ضد هذا الأمر. وشهدت هذه الوقفة حضورا محتشما من طرف الشغيلة المغربية على الرغم من تأثير هذا القرار الكبير عليها وفق النقابات. حميد مجدي منسق شبكة القطاعات التقاطع للدفاع عن حقوق الشغيلة والعضو بالجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد قال إن هذه الوقفة احتجاج ميداني على رغبة الحكومة في تمرير مشروع قانون تنظيمي حقيقته الوحيدة هي أنه تجريمي لحق الإضراب. وأضاف مجدي متحدثا لهسبريس أن الإضراب هو الوسيلة الوحيدة بيد الشغيلة المغربية والنقابات للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها. واعتبر المتحدث عنه أنه منذ عهد حكومة عبد الإله بن كيران كانت هناك قوانين ضاربة للحقوق تم تمريرها لا تختلف عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي يعرف حاليا نفس محاولات التمرير. وأورد منسق شبكة التقاطع للدفاع عن حقوق الشغيلة والعضو بالجبهة سالفة الذكر أن المغرب يعيش حاليا على وقع هجوم على حاد ضد طبقته الشغيلة وأيضا الفئة الكادحة والمتوسطة، لافتا إلى أن مشروع قانون التنظيم المتعلق بالإضراب يمس حاليا موازاة مع ضعف النقابات لأسباب عديدة. ويأمل المحتجون أن تكون هذه الوقفة بداية لإطلاق مبادرات وطنية ترفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومختلف مشاريع القوانين التي تمس حقوق الشغيلة المغربية حسب قولهم.
ومغربي أيضا. الملك يهنئ رئيس بنما بذكرى الاستقلال. بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خوسيه راؤول مولينو كينتيرو رئيس جمهورية بنما بمناسبة تخليد ذكرى استقلال بلاده. ومما جاء في البرقية الملكية: يسعدني أن أبعث إليكم بأطيب التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات لبلدكم الصديق بموصول التقدم والرخاء بمناسبة تخليد ذكرى يوم استقلاله. وأضاف العهد المغربي: أغتنمنا مناسبة لأؤكد لفخامتكم حرصي على العمل سويا من أجل تطوير أواصر الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم مصالح شعبين الصديقين ويعزز الدينامية المتنامية لعلاقاتنا الثنائية. ودوليا: توقعات بأمطار غزيرة جديدة في إسبانيا. يزور الملك الإسباني فيليب السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأحد جنوب شرق إسبانيا، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة جديدة بعد فيضانات كارثية خلفت 213 قتيلا على الأقل، وبعد 5 أيام من الظروف المناخية القاسية التي تسببت في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ البلاد حسب الحكومة. تتواصل عمليات البحث العثور على المفقودين وتطهير الطرق وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها السيول الطينية. من جهة، قال كارلوس مازون رئيس المحافظة للمنطقة فالنسيا السبت: نواجه تحدي حياتنا ولكننا سنجد الحلول. بعدما تعرض لانتقادات لإرسال رسالة به هاتفية متأخرة للسكان مساء الثلاثاء، بينما وضعت خدمات الأرصاد الجوية المنطقة في حالة تأهب حمراء في الصباح. وسيكون مازون حاضرا الأحد إلى جانب سانشيز والملك فيليب السادس والملكة ليتيسيا، اللذين من المقرر أن يزورا المنطقة المتضررة من الفيضانات وفق مكتب رئيس الوزراء، ولم يتم الإعلان بعد عن البرنامج الدقيق للزيارة. تأتي هذه الزيارة فيما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تنبيهها برتقاليا جديدا لهطول أمطار غزيرة في منطقة فالنسيا، كما صدر إنذار أحمر لإقليم الميريا في الأندلس جنوب بسبب أمطار غزيرة من المرجح أن تتسبب فيضانات حسب الأرصاد الجوية، التي أوصت السكان بعدم التنقل إلى في حالة الضرورة القصوى. حسب أحدث حصيلة نشرتها السلطات المساء السبت، فقد قضي 213 شخصا بسبب الفيضانات الغالبية العظمى منهم 210 أشخاص في منطقة فالنسيا، وتم الإبلاغ عن ضحيتين آخرين في كاستيا لا مانشا وضحية ثالثة في الأندلس. وتتوقع السلطات أن يرتفع عدد الضحايا مع تراكم حطام السيارات في الأنفاق ومواقف السيارات تحت الأرض في المناطق الأكثر تضررا، ولا يزال العدد الدقيق للأشخاص المفقودين غير معروف في هذه المرحلة. شكرا لكم على حسن المتابعة.